لا لا ضربوه مسكين، لا بزاف هادشي هذا. لا اليوم بنادم خرج على السيطره، وحق الله ما يمكنش. ترى البرازيل هذه ماشي سهله. السلام عليكم. اللي وقع في مدينة سلا للأسف ومؤشر خطير لأزمة المشروع التربوي في المغرب. يعني الوزير اللي كان كيقول ربحنا المعركة، كنظن كافي هذا الفيديو باش نقولوا لك كلنا خسرنا المعركة. خسرت المدرسة، خسرت الأسرة، خسر المسجد الذي للأسف لم يعد يؤدي وظائفه، خسرت الجمعيات، المجتمع المدني، خسرنا كلنا كنظام، كمنظومة، كدولة. يعني باش تكون جالس ويخرجوا شباب يتمردوا ويخربوا الشارع ويهاجموا الامن الوطني، فش من قفطان وش من زليج وش من معركه ربحتي. وطبعا انا لا ابرر ما قام به الشباب، لكن كنظن خطاب الفضيله ماشي هذا وقته. خصنا نعرفوا بلي راه كاين مشاكل وجذور عميقه اللي ادت بهذا الهيجان او بهذه الفوضى اللي قام بها الشباب في مدينه سلا. وكنظن لو تاحت الفرصه في مدن اخرى كان غيكون نفس الشيء، لان ملي كتقدم الياس المالكي كقدوه وكمؤثر وكيتحصل على الجوائز، فنظرك شنو كتنتظر من الشباب؟ ملي كتقدم طوطو وهو يفتخر بالسب والشتم والمخدرات ويشجع، لا بل انه ظهر في الاذاعات الوطنيه، شنو كتنتظر من هاد الشباب؟ كنظن ان المغرب الى بقى على هاد الاستراتيجيه هادي من دابا واحد 10 سنين غنوليو بحال البرازيل.